مساء الفل. يمكن ده أغرب فيديو اتعمل في تاريخ القناة من 7 سنين، لأني مش في الفيديو ده لوحدي زي ما انتم شايفين. نبدأ منين؟ والله يشرفني، بس تبدأ بشفيق. نبدأ باليمين. طبعا الموزع الموسيقي وصديقي لا صح، شوف الدخل حلو. بالظبط كده. والحاج صاحب البيت. بالظبط، والحاج صاحب البيت اللي احنا فيه محمد شفيق اللي ابتدى كبير يعني. وعلى جهة اليسار ايوه الفنان شريف العجمي اللي برضو ابتدى كبير، واعماله واعمال شفيق طبعا كلكم عارفينها وحاجة جامدة جدا. وواحد بتاع تكنولوجيا. ايه اللي يجمع التلاتة دول على بعض؟ يلا بينا بقى نقعد مع بعضينا كده ونعرف الناس احنا لمنا اللمة دي ازاي. شفيق من مهتمي التكنولوجيا بشكل كبير قوي، ودي كانت صدمة ليا من ساعة ما عرفنا بعض. ده عليك. وشريف التكنولوجيا بتمثل ايه معاك يا معلم؟ لا خالص، يعني انا بعيد شويه عن التكنولوجيا او ما بحبهاش شويه. يعني انك عملت دور ما بحبهاش من كتر الاعتماد عليها. مع انك عملت دور كنت انت قبل الجو ده في تكنولوجيا وحركات حركتين ذاكرتهم قبل الدور وما اتعملوش، يعني اكل عيش على الله كده. طيب في المزيكا بقى التكنولوجيا ايه اللي يجمع؟ يعني ما اعرفش الناس عارفه انك مهندس صوت اصلا، غير ان انت راجل هاوي ومحب ومحترف بقى المزيكا دلوقتي، انك مهندس صوت. ايه اللي دخل بقى التكنولوجيا والاهتمامات التكنولوجيه؟ طيب تعالى نتكلم الاول بالنسبه للشق بتاع المزيكا، وبعد كده نتكلم في الشق بتاع الصوت. المزيكا في الفتره الاخيره ظهر شويه حاجات بتشتغل على الكمبيوتر، هي عباره عن virtual instruments. الفيرتشوال انسترومنتس دي عباره عن آلات موسيقيه وهميه بتشتغل على الكمبيوتر، تقدر انها تحاكي الاصوات الحقيقيه بتاعت الآلات اللي كلنا عارفينها، الكمانجا، الناي، الجيتار، فاهم؟ فابتدى يعني شويه يختفي العازفين الحقيقيين من الاغاني اللي موجوده، وابتدينا نستخدم الفيرتشوال انسترومنتس دي. يعني ده ممكن الحاجات دي تقضي على العازفين مثلا، والاي اي يبوظ الدنيا قريب. ايه رايك يا عم شريف؟ بس انا عندي راي، عشان في حاجه انا عرفتها اصلا لما بقعد مع شفيق وعرفتها منه. كنت تلاقي عازف يقول لك صوته حلو، احنا متعودين صوته حلو دي على المطرب، لكن بتلاقي عازف ممكن على نفس الجيتار عازف تاني صوته مختلف على الجيتار، ضربة ايده على الجيتار مختلفة تقريبا. هو بص، هي بتعتمد على كذا يعني عوامل كتير. اول حاجه ان العازف نفسه يكون بيهتم بآلته، اوكي، وان الآلة بتاعته تكون من النوع الغالي، اللي هو يعني مثلا الجيتار ده ليه خشب معين، او ليه معامله معينه، او صانع معين، في صناع معينين تبقى عارف ان انت لما تشتري منه الجيتار دول في حول العالم، اي حد يشتري من الصانع ده عارف ان الجيتار ده هيبقى صوته مختلف، وكل ما بيقدم بيبقى احسن زي العود بالظبط. اي خشب عامه، اي آلة خشبيه. غير كده كمان العفق بتاع العازف، العفق ده اللي هو طريقه دوسه على الوتر، هو بيدوس يقول لك عفق وضربه فهو عفق الوتر جاب جاز يعني. العفق بتاع العازف نفسه بيدوس على الاوتار بنسبه قد ايه، هو ده اللي بيطلع صوت حلو. طيب سؤال بقى فني، هل انت تقصد عشان نبقى ايه يعني، طالما احنا قاعدين قاعده وكأن الناس قاعده معانا، تقصد ان مع التطور ان في ناس ما بتهتمش قوي بالصوت اللي هو الحاجات الدمدم تخ هتمشي الدنيا؟ طبعا هيبقى اوفر واسهل، طبعا هو اوفر كتير بقى، فاهم يا شريف؟ ما هو بس انا مع ان الحاجات دي لو هتبقى اوفر هيبقى صعب تطبقها في اللايف، يعني هتأثر او هتلاقي في جاب كبيرة قوي بين المطربين ادائهم او العازفين في حفلات اللايف وبين الاغنيه في الالبوم. لا عايزينه كان ايه بقى، خليني اديك مثال. مودي الامام من اهم مؤلفين الموسيقى التصويريه في الوطن العربي، اوكي، وعمل افلام كلها علامات. يعني خلينا مثلا نجيب اكزامبل لفيلم مثلا زي المنسي ده ما تسجلش فيه اي آلات موسيقيه خالص. كل الآلات الموسيقيه اللي اتعملت في فيلم المنسي ده اي معزفها، لا مش اي يعني اياميها بقى كان الكيبورد. الاي اي بتاع الزمن ده اللي اقصده، الاصوات دي كلها كانت من الكيبورد، انت فاهم؟ لما جت بعد كده في البرنامج بتاع صاحبة السعاده مع الفنانه اسعاد يونس، جابت الموسيقيين يعزفوا مزيكه مودي الامام اللي كانت اياميها معموله بالكيبورد، اتنوتت بقى وعزفها الموسيقيين. الراجل كان هيدمع، يعني هو كان مبسوط جدا ان هو سمع مزيكته اتعزفت كده، وفي نفس الوقت كان ساعتها بيتعمل كده برضو عادي. بس انا اعتقد عمر ما هيكون في، يعني عمر ما الاي اي هيطلع زي العازفين. يعني اعتقد الاي اي، اعتقد ان هو عمره ما هيعوض مكان العازف. ممكن يسهل في التوزيع، ما هو انا هقول لك، او ينجز عملية التوزيع، لكن عمره ما هيقدر يلغي مهنة العازفين. بص، هو الاي اي عامة عشان يديك
نتيجه لازم تديله انبوت، مش هيديك اوتبوت، لازم تديله انبوت. فهنا احساس العازف معتمد على الميوزك بروديوسر اللي بيعزف اصلا. ما هو انا عشان اطلع لك مثلا صوت كمانجا او صوت كلارنت او صوت جيتار لازم انا اعزفه على الكيبورد، فهنا احنا بنعتمد برضو على احساسي كعازف. الاي اي مش هيعزف من دماغه. بس خليني اقول لك حاجه يا شيء، يعني انا اذا كنت برضو فاهم صح ان اغاني السوشيال ميديا، الاغاني اللي ركبت ترندات وبقت اغاني اشهر من اغاني، يعني في بعض الاغاني مش هينفع اغاني غير الاغاني اتعملت بصوت مطربين قدام جدا، ولما اتعملت اعاده بصوت مطرب جديد شبه المهرجان نجحت اكتر وجابت مشاهدات اكتر. ماشي، مش ده المعيار الفني، ما عنديش مشكله لو انت شايف كده، ولكن مع السوشيال ميديا احنا مش شايفين ان الموضوع اختلف، ان مش محتاج بقى عازفين والصوت طالع ازاي. ده في حاجات اللي هي البتاع اللي بتبقى في المزيكا اللي بتاع بابا اسمها ايه؟ شخلوبه. حلو يا جماعه الشخلوبه هي. لا هو اساسا دي اختراع مهرجاناتي بحت، يعني انا ما اعرفش هم اخترعوه ازاي يعني، بس هو يعني ده مش صوت آلة اصلا. لا هو يعني ده صوت كيبورد اتعمل عليه تويكس مثلا او اتلعب في السيتنجز بتاعه. معلش اللي هو طلع عامل ازاي في الاخر؟ تزاوج البطريق في موسم. انا عايز شبيه بس عشان ممكن اللي مش عارف الشخلوبه دي. لا هتقعد تهزقني. لا انا ضد الاصوات. لا راجل مهندس اللي ما يعرفش الراجل ده بيطلع اصوات يا جماعه ازاي بقى؟ والله المزمار صوتها بايخ بينرفزني جدا. لا بس هو السؤال بقى، طالما وصلنا لهذه المرحله يبقى خلاص احنا مش محتاجين عازف، يعني مش طبعا ده شعور مش محتاجين عازفين، بس يعني الموضوع انت شايف ان الذكاء الاصطناعي هيلغي حاجات كتير. بص هو مش هيلغي، هو هيكمل اللي ناقص. حلو الجمله دي برضه. تمام، هو هيكمل اللي ناقص، بمعنى ان انا الاول لما كنت مثلا بستخدم الالات الميدي تمام احاول اطلع بيها صوت، كان بيبقى صوت حلو بس انا مش مرضي. انا بالنسبه لي لازم يبقى فيه اندنستي للصوت في السماعات، لازم يبقى ليه ثقل في السماعات ان هو يملى السماعه كلها. الميدي مش بيحقق ده. الميدي مع اللايف ممكن يحقق ده، عشان بس اللي مش عارف يعني ايه ميدي يعني حاجات ملعوبه بالكيبورد مش متسجله بعازفين. اوكي، الالات اللي معموله ميدي او متسجله بالكيبورد دي ليها ثقل قليل في السماعه، لما الثقل بتاعها يكمل باللايف الاثنين بيكملوا بعض. اوكي، الاي اي دلوقتي ممكن يكمل اللي ناقص من ناحيه اللايف شويه. وده كمان على فكره في لما كنا بنتكلم وحكيت لي ان في اصوات بتبقى جايه فيها مشكله في تسجيل المسلسل، والبطل مثلا زي ما كنت بتقولي بيبقى عنده دور تاني مسافر بالظبط، بتقدر تبني صوت مكانه، مش لازم تستنى دوبلاج. يعني انت ممكن تدرب صوته تمام وتجيب ممثل محترف تاني او حد زميل يعرف يقلد صوته بطريقه معينه. كان تامر قال الموضوع ده في الفيلم بتاعه لما عمل صوت مدام سوسن بدر. ايوه الاستاذ سوسن بدر عمل الصوت ومشيت، يعني هو معروف انه بيقلد. يعني هو حتى دلوقتي مثلا اوقات كتير قوي بنبقى مثلا بنعمل اعلان انت هتسمعه في الراديو. اوكي، انت محتاجين مثلا راجل وست بيتكلموا مع بعض ان انت مثلا بتبيع لهم بيت او بتبيع لهم موبايل او بتبيع لهم وات ايفر، انت فاهم؟ انا مش مضطر دلوقتي ان انا اجيب بقى واحده ست تسجل وانا ما فيش الكلام ده خلاص. بالظبط، هتغير الاداء بس. طب انت مثلا ادائك هيبقى بقى يعني اداء واحده ست بقى هتسجله بصوتك العادي جدا الرجولي الوحش ده، انت فاهم؟ وبعد كده هتقوم قلب لو سجلت كده يبقى شبه الحاجه فايزه بتاعت زمان، فاكرها اللي كانت بتدي الناس بروفيه. ولذلك في ناس كتير ممكن ترتكب جرائم بالصوت في الاي اي. يعني انت ممكن تدرب صوت اي حد، فممكن مثلا انك تبعت مثلا لمحاسب في الشركه تقول له انا المدير ويبقى فعلا صوت المدير ويقول ده شيء كارثي. لا ده فعلا يعني ممكن يحصل بيه جرائم. وموضوع تسريب المكالمات بقى ده خلاص ممكن تتضرب بقى قصه ثانيه خالص وبقت فيديوهات. طب انت شايف يعني من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يضيفه الذكاء الاصطناعي للمجال او للمهن التمثيليه؟ يعني انا بالنسبه لي ان هو ممكن يسرع البروسيس مثلا بتاعه الميكساج تحديدا. يعني بما ان احنا اتكلمنا على الصوت، احنا دايما عندنا مشكله في الصوت في الخارجي. يعني هتلاحظ في افلام كتير حتى جت قريب، وده للاسف حتى لسه الميكساج كمان ما وصلش ان هو يخلي الصوت يبان حقيقي 100%. يعني وانت قاعد في السينما كده بتبقى حاسس ان الممثل لا هو ما قالش الجمله دي في دلوقتي. ده غير كده كمان ان لما بيدبلج المشهد، يعني ايه دوبلاج؟ ان احنا بنجيب الممثل تمام الصوت بتاعه بايظ في المشهد، فيجي الممثل يسجل الصوت يسينكو مع الصوره تاني، ما بيطلعش، مستحيل يطلع هو. لازم يبقى في مكان محترف ليتنسي او حاجه
الحاله وطبيعه المكان اللي حواليه واحساسه هو نفسه لما توقفه قدام مايك مستحيل. يعني بتبقى ظالمه قوي انك انت تطلع احساس من شخص واقف قدام مايك لشخص مثلا على الشاشه المفروض بيجري. طيب انا هستغل الفرصه واسال كل واحد فيكم سؤال جميل قوي. الموبايل دلوقتي طبعا في شركات بتطور عشان تخلي، لو اتكلمنا في المجال التمثيل، انها تطلع كونتنت قوي جدا فيديو بالموبايل. وده طبعا انت فاهم بحكم يعني هوايتك. نمرة 2 هوايتك في التكنولوجيا اصلا. لكن فنيا بقى انا دلوقتي ممكن اسجل اغنيه يوصل وقت، وده كنت اتكلمت معاك فيه، انا اقدر اعمل بودكاست زي كده بموبايل. وانت وريتني التجربه دي طبعا. فاكر يا شريف؟ يعني تقدر تطلع بودكاست كامل. لا هو انت ممكن تعمل اغنيه بالموبايل من ايوه من الف للياء. ازاي بقى ده؟ بص هفهمك على حاجه عشان اللي عاوز يعمل اغنيه يا جماعه اديهم الخلطه. خليني اقول لك على حاجه. معظم السوفت ويرز اللي احنا بنشتغل عليها كميوزك بروديوسرز او كموزعين موسيقيين او مؤلفين موسيقيين، السوفت ويرز دي بتشتغل على الكمبيوتر. السوفت ويرز دي ليها ابلكيشنز بتشتغل على الموبايل، بيبقى فيها شويه من الفيتشرز اللي موجوده في السوفت وير الكبير اللي على الكمبيوتر بس تقدر تستخدمها على الموبايل. وابتدى يعني تتطور شويه بشويه بحيث ان انت تقدر تسجل، تقدر توصل كارت صوت، تقدر توصل طلع لحن وتطلع لحن. يعني كده الموضوع. طب في السينما يا شريف، انا لو اديتك دلوقتي، انت طبعا راجل اكاديمي، لو انا اديتك موبايل وقلت لك سيبك من الصوت، لو انا قلت لك طلع لي فيلم او اخرج لي فيلم، انا عارف ان ده بيتعمل، بس انت شايف انه ممكن يوصل لمرحله البروفيشنال اللي انا اقدر؟ والشركات دلوقتي بتسابق بعض في الكاميرات بشكل. ابل بتماركت ده بالسينماتيك مود وسامسونج دلوقتي برضو كله ساب المناظر وراح داخل قال لك كاميرات والتصوير والزوم يعني انت لو شفت اعلانات ايفون 13 مثلا، اول ما ابتدى ينزل السينماتيك كان هو تقريبا اول ايفون ينزل فيه الفيتشر دي، كانوا بيبيعوا بفكره ان هو بيقدر تصور بيه مشاهد في السينما. وتقدر تعمل طريقه التصوير في السينما انك تاخد زوم. طب انت شايف ان ممكن نوصل ان احنا نعمل فيلم احترافي بموبايل؟ يعني ممكن، لان اولا في طبعا عارف ان في مهرجانات دلوقتي بسينما، مهرجانات بتصور حضرنا واحد في دبي فاكر وهو لا بس ده يمكن ما كانش متخصص. انا بتكلم فعلا عن في مهرجان قائم اصلا على التصوير بافلام افلام بالموبايل. حلو قوي. اصلا زائد ان التطور بتاع التكنولوجيا في المرحلتين اللي هم انت بتتكلم على اداه التصوير ان كانت موبايل او الكاميرات الديجيتال. ما كان الاول كاميرا سينما اللي هي هيبتها، بعد كده بقت الكاميرا الديجيتال، حتى السينما بيتصور بديجيتال دلوقتي اللي هو الريد والحاجات دي كلها. وعندك تقدم كمان برضو او تطور في الاجهزه التانية بتاعت اللي هو بيسموها البوست برودكشن اللي هي الكالرينج وتحسين كواليتي الصوره. فحتى الصوره لو ابتدى يكمل بقى حاجات مش موجوده، بمعنى انك ممكن تبقى متصور مشهد مثلا، والمشهد ده مثلا فيه حطام عربيه وانت عايز تكمل الباك جراوند بتاعت المشهد ده مثلا بان في مباني بتتحطم، الاي اي بقى يكمل لك ده انت فاهم اسرع من الجرافيكس. زائد ان بقى في جنريشن لمشاهد من العدم، تكست بس تو فيديو. بس انت بقى هنا في حاجه الناس ما بتاخدش بالها منها لما بتيجي تكتب حاجات، ان في هاشتاجز لازم تتكتب. اشمعنى؟ عشان المود بتاع الصوره. يعني انت تقول له بعد ما تكتب له اللي انت عايز تشوفه، اللي انت تكتب له بقى اوكي عشان يعمل كولكشن من كل اللي على سينماتيك مش عارف ايه، ريترو مش عارف ايه، على حسب ما انت عايز تطلع شكل الصوره عامل ازاي. ولون الصوره كمان، يعني لون الصوره ساعات ليه دلالات يا اما على جزء من الفيلم او ساعات الفيلم كله. هو عامه الفيلم بيبقى ليه كولر باليت، يعني بيبقى ليه لوت الوان كده مقطوع طول الفيلم. يعني مثلا ممكن تحس مثلا ان الفيلم ده لونه سافي قوي مثلا، او الفيلم ده لونه صحراوي قوي بما انه متصور في الصحراء مثلا فور اكزامبل. فكل فيلم بيبقى ليه زي كولر باليت. طب خلونا بقى نخرج بره التكنولوجيا شويه كده يا جماعه، ونعرف الناس على حاجه. انا عارف طبعا يا شفيق مش محتاج اتكلم على ده، عن اهتمامك بالتكنولوجيا ومتابعتك لكل اخبار التكنولوجيا، يمكن اكتر مني رغم انه مجالي. يعني انا بتعلم منك في الحته دي في حاجات كتير بصراحه. ولكن مين اكتر بقى صاحب من الفنانين لما بتقعد معاه التكنولوجيا بتاخدكوا بقى وتحس ان هو برضه عنده نفس الشغف ده؟ والله بص، بتلاقي معظم المهتمين بالتكنولوجي في الفيلد بتاعنا معظمهم ميوزك بروديوسرز، موزعين موسيقيين. حلو. فلذلك مثلا تلاقي احمد نادر ده من اهم الناس اللي تعمل ريفيوز للاغاني، وميوزك بروديوسر شاطر جدا، فعنده شغف للتكنولوجي قوي. بالظبط. يعني احنا مسمينه باتمان التكنولوجي اصلا، يعني هو باتمان اكتر مني. باتمان عشان الناس ما تعرفش علاقتك بباتمان. ده باتمان مالي الاستوديو يا جماعه، يعني انا خلاص انا نضارتي كبرت تقريبا. طب وانت يا شريف مين اكتر صديق يعني بعد ما قربتوا بقيتوا صحاب قوي
اكتشفت ان هو بيحب التكنولوجيا. عارف ان انت عشان انت صاحبي برضه، انا عارف ان انت التكنولوجيا ليها حدود معاك، يعني مش من الشغف القاتل. عارف عندك شغف تاني في البايك وضرب النار وحاجات عجيبه، عارف الاكشن واخد حده معاك يعني. بس انا بسأل فالتكنولوجيا مين اكتر حد من اصحابك بتشوفه مهتم بالتكنولوجيا؟ بص مش هقول لك تكنولوجيا، يعني انا هقول لك مثلا ان انا شفيق بالنسبه لي ملهم في حاجات كتير. فكره التطور نفسه، يعني انا ممكن التطور عندي مثلا في التمثيل مش مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بحاجات تانية، بس فكره ان الأداء. انت تتطور، عندك تطور طول الوقت. مظبوط. فمثلا انا دايما بحب اجي اقعد مع شفيق كده، هو عارف القعده دي دايما تلاقيه يجيب آلات مثلا حاجات الديجيتال، او يجيب حاجات جديده، غاوي يجرب. فكره ان انت تبقى مطلع دايما، فانا بحاول اعمل ده في التمثيل برضو نفس الكلام يعني. لكن احنا عمليه التمثيل شويه بعيد عن التكنولوجيا، معتمده بانك تفهم او البني ادم مش اكتر. بعيد عن التمثيل، مش بعيد لو انا فاهم صح. التمثيل للممثل ممكن يكون التكنولوجيا مهمه للمونتاج التكنولوجيا التكنولوجيا مهمه، ده مش بس بالظبط مهمه بالزبط. في جانب الصناعه، يعني عشان كده بالمناسبه دايما بيسموا السينما صناعه. الصناعه مش شرط قوي فيها الموهبه. انت لو مخرج شاطر هتعرف تطلع ممثل كويس. قريب شويه من شفيق، يعني انا دايما بشوف ان الموزع ده هو المخرج، يعني حتى مخرج الاغنيه، الاداب او الالتزام اللي على المطربين تجاهه وكذلك العازفين لازم يكون هي نفس اداب المخرج، الممثلين مع المخرج عموما. زي انك لازم تسمع له، هو اللي شايف الصوره كامله، هو اللي هيعرف المطرب هيغني ازاي. نفس الكلام انا كممثل، انا بكون رؤيه محدوده للدور مهما كانت قويه محدوده، بس لازم اشوف بقى الرؤيه دي تتفق مع الاطار العام بتاع المخرج بتاع العمل او لا، والا هبقى عامل زي النشاز. ممكن ابقى كويس قوي، ابقى عامل دوري كويس قوي بس لوحدي، والمخرج هو اللي ملوش دعوه باللي بيحدد. قدامي. بالظبط، هبقى قد قوي، هبقى عامل نشاز فعلا. ودي مدرسه انا عارف احترام المخرج طبعا. نفس الكلام ممكن تلاقي مطرب كبير جدا وراجل عنده عرب بقى ومساحات صوت، يجي يفتح في حاجه بس هو مش مطلوب اكتر من كده في الاغنيه. يعني مع شفيق كان حكى لي حاجه ما اعرفش احكيها ولا لا. الاستاذ مدحت صالح، استاذ الاساتذه من وجهه نظري. انا عاشق لمدحت صالح واغنيته. بالمناسبه انا عامل هيد الالبوم بتاعه، الالبوم نزل كمان يومين. الاغنيه اسمها بالمختصر المفيد، ودي اسم الالبوم يعني. ما شاء الله. ان شاء الله اجي كنت حكيت لي ان هو دخل وبيتكلم، رغم ان انتوا بالنسبه للاستاذ مدحت صالح لسه باشا بيقول لك اعمل ايه واسوي اغني ازاي وانت. ما دي العظمه، دي عظمه الفنان عشان فاهم، ما دايما ده اللي فاهم، دي الفكره في اللي فاهم. فعشان كده لو رجعنا تاني الموضوع ان السينما دايما بنقول ان هي صناعه. شفيق ممكن يجيب حد ضعيف الموهبه، هو هيعرف يخلي صوته في حته تانية، هيعرف يغنيه، هيعرف يحطه فين في مش ضعيف الموهبه، هو ممكن يبقى عنده شويه عوامل تساعده في صوته، تمام، او شويه في مثلا عنده تيمبو، عنده زمن، بيعرف يغني على زمن كويس، بيعرف يغني على تيون كويس، بس ما بيعرفش يقول له عرب حلوه قوي. فاهم ازاي؟ احنا ممكن نصلح له شويه حاجات ونزود له شويه حاجات في اساس بس بنصلح. طب وده برضو تمثيليا انت شايف انه يحصل لو حد عنده شكله كويس، جان عنده بدايه موهبه اوريدي طول الوقت، يعني ده اغلب الوقت للاسف. أيوة ده اللي حصل. انفلونسرز دلوقتي بيمثلوا بالظبط. أيوة. خلاص انت هتعرف تحطه فين، هتعرف بشويه موسيقى هتاخد الكادر ازاي، هتديله حاجات على قد قدراته، هتعرف توظف قدراته صح في ما عرفش الصناعة. يشيل بقى، هتعرف تداريها. لا imagine بقى الموسيقى التصويريه، تمام، لما ميوزك بروديوسر يشتغل موسيقى تصويريه يبقى المخرج بيشتغل عند مخرج، يعني مخرج المزيكا بيشتغل عند المخرج، لان احنا مخرج العمل. بالظبط. يعني انت كمان شغلتك في المزيكا انك تحقق رؤيه المخرج ايا كانت هي ايه. فاحنا شغلتنا كتيم مزيكا مثلا، او تيم تصوير، مونتاج، تمثيل، شغلتنا ان احنا عازفين والمخرج هو السينجر، احنا المفروض وكلنا واقفين وراه بنحقق الرؤيه بتاعته. هو ده اللي انا بشوفه. تمام. وبالنسبه هنا بقى المخرج طبعا، انت كفنان ممكن تختلف مع مخرج؟ هقول لك ممكن ادي وجهه نظر، يعني انا اللي انا بتبعه واعتقد ده بالمهنه، ان انا المخرج ممكن ابدا ان انا ادي راي واحنا في مرحله البروفات. المفروض يعني بيبقى في مرحله بروفات كتير، في مساحه انك تتكلم. دي المرحله اللي مسموح لي فيها اعتقد ان انا اخد وادي او اقترح وجهه نظر. لكن كلمه اعترض دي هتبقى بايخه قوي انك تعترض، لان تعترض دي معناها ان هو حاجه هو متاكد منها. هو عمر من العلاقه ما بتبقى كده، لا هي العلاقه ان انا بقترح معاه ودي يا استاذ تمشي مع وجهه نظرك او لا. يبقى الموضوع برضو مطروح للنقاش فيه.
يعني هو ممكن يقول لك مثلا طب ايه رايك لو تديني اداء مش عارف كذا، او ايه رايك. نفس الكلام بالنسبه للعازفين على فكره. يعني برضو انا بالف جمله موسيقيه، وانا عازف بيجي يعزفها باحساسه مش باحساس انا، بس انا اللي مالف الجمله، هو بيجي يعزفها باحساسه بتفاصيله هو، والا كنت عزفتها من الكمبيوتر وخلاص ما عزفتش العازف. انا اسال السؤال ده محير الناس. واحد وانا انا واحد محتاج اكمل لك بس المعلومه عشان المعلومه دي اتفضل طبعا. دقيقه شويه، لان هي فيها مرحلتين، فيها جزئين. فيها جزء لو انا مثلا بتتكلم على الشخصيه بوجه عام بشكل عام او علاقه الشخصيات، في حاجات اتناقش فيها في مرحله في البروفات، ما ينفعش اتناقش فيها في مراحل بعد كده. في الاعداد يعني انت بتجهز واحنا للعمل. بنعمل بروفات مع بعض بالظبط او قبل التصوير. تمام. بعد ما حصل اكشن وبعد ما دخلنا صورنا، لا في حاجات محظوره اعتقد النقاش فيها، ما ينفعش خلاص اجي اتناقش فيها. ممكن اتناقش مثلا في اداء، في شوت، في مشهد معين، وكده كده ده برضو بيحصل في البروفات اللي قبل المشهد. لا طبعا النقاشات انا مش ده اللي اقصده يعني، بس وصلت مثلا لنقطه خلاف، فانت قايل راي والمخرج قايل راي، وهو شايف ان وجهه النظر مش بتعنت، هو شايف وجهه النظر ان العمل هيكون افضل كده، هو اللي رايه بيمشي. مش المفروض اختلف بالظبط يعني، حتى لو ما عجبنيش ما اشتغلش معاه تاني يعني. ده لو فرضنا انه ما عجبنيش هو خلاص دي ببقى آداب عارف المهنة انه زي ممكن ما ما بيقولوا. اشتغلش معاه تاني وخلاص. ما ركبناش كميتنا، ما ركبتش على بعض. ما برتاحش معاه مثلا، ما بيفهمنيش، ما بيعرفش يوجهني صح. ما يعرفش يوظفك. في ممكن مخرج فعلا، في احيانا في مخرجين يمكن قليل قوي للاسف وهم دول الناجحين، المخرج اللي بيعرف ازاي يوجه الممثل، لان علاقه المخرج بالممثل دي حساسه جدا يعني. توجيه مخرج، لو انا مخرج لما هوجهك غير ما هوجه شفيق، غير ما هوجه طاهر، غير الموضوع ليه علاقه. انت بتتكلم اعتقد في علاقه سيكولوجيه بحت، تمام. فاحنا مختلفين فيها، فهو لازم يبقى عارف المعلومه دي هتوصلك ازاي غير ما اوصلها لممثل غيرك. تمام. في مخرجين اصلا ما بيهتمش بده، في مخرج انت بتبقى واقف معاه تايه، انت مش عارف طب انا كده كويس ولا لا. انا بعتقد ان المخرج بيبقى زي في الطيران اللي هو، وموزع الموسيقى اللي هو الطيار سايق، فهو الطيار هو البايلوت كل حاجه، لكن اللي بيقف يديله الاشارات هو اللي بيوصل له، يعني هو اللي شايف اللي هو مش شايفه بالظبط. ودي نقطه دايما يقول لك ايه، انا لما تبص من بره انت ممكن تطلع طاقه مغني او مطرب، يعني تطلع طاقه مطرب او طاقه فنان عن طريق المخرج الصح او الموزع الصح. ده اللي انا، وممكن حد يأذي العكس. بس هنا بقى نيجي بقى للشق بتاع مهندس الصوت. دي نقطة بقى. تعالوا بقى نتكلم في نقطة مهمة قوي. الموزع الموسيقي مش شغلته ان هو يسجل الغنى او يسجل الصوت بتاع المطرب، دي شغلانة مهندس الصوت. دلوقتي بقى معظم الميوزك بروديوسرز مهندسين صوت من كتر ما اشتغلوا في الموضوع، فابتدى يتطور ان هو طيب انا هذاكر هندسة الصوت لانها بتفيدني في شغلي، مظبوط. لكن هي جوب ديسكريبشن تانية خالص. والصوت والتسجيل بتاع الأغنية بيمر بمراحل كتير. يعني أول مرحلة خالص مثلا اللي هو تسجيل الموسيقيين. ده اللي أنا كنت هسألك فيه. الناس، وأنا واحد من الناس قبل ما نبقى أصحاب ما كنتش فاهم الحتة دي، فعاوز الناس تفهمها. إيه الفرق بين الملحن؟ أنا راجل عادي بقى، مش بتاع مزيكا، أنا راجل بحب سميع، والسميع أنا بشوفه يعني مهم جدا، أنا بسمع. مين الملحن؟ يعني خلاص اللي ألف الكلمات هو اللي قال كلمات الأغنية خلاص. في واحد بيجي بيمسك المفروض الأداة التلحين وبيحط ترارارا، هو بقى بيحط الكلام ده هيتغنى ازاي. الملحن بيحط الكلام ده هيغنى ازاي. التوزيع هو المزيكا المصاحبة للكلام اللي اتغنى ده. طب يعني لو خدنا كوبليه من أغنية، من أي أغنية تعجبك، يعني نقسمه كان كلام ازاي، بقى كلام متلحن ازاي، بقى بعد الليالي والأيام من شوقي إليك، ده كده كلام. بعد الليالي، ده الملحن بالظبط كده اللحن. فين بقى المزيكا؟ مفيش مزيكا. توزيع بقى هو المزيكا اللي يا راجل، يعني هو الطبل والجيتارات يعني الملحن والانترو وكل الحاجات يعني دي. الملحن ده احنا طلعنا مصدومين وعايشين الوهم. الناس فاكره الملحن لانه بيطلع في السينما لازم الملحن يطلع فاكر في افلام زمان ماسك العود ولابس الطربوش. هو يستحسن يبقى بآلة، الملحن يبقى بآلة، اعتقد يستحسن. بس فاهمك برضو نقطه مهمه قوي. زمان ايام عبد الحليم حافظ وام كلثوم والناس دي كلها، ده قصه ثانيه، جيل العمالقه. طبعا. زمان كان الملحن هو الموزع، بمعنى ان الملحن مثلا حد زي الاستاذ محمد عبد الوهاب مثلا، الله يرحمه، قيمه وقامه يعني من اهم اعمده التلحين في الوطن العربي او في التاريخ. عشان بس انا بعتبره في التاريخ بالنسبه لي، في محمد عبد الوهاب تاريخ وقيمه وقامه لن تتكرر. فالراجل ده لما كان بيجي يلحن اغنيه كان هو اللي بيكتب النوت للعازفين تقول ايه مع اللحن بتاعه، زائد ان هو بيلحن الغنى هيغني ايه. تعال بقى نتكلم النهارده الملحن والموزع شغلانتين انفصال.
اوكي، فالملحن هو بيقول الغنى هيتنغم ازاي او هيتغنى ازاي، والموزع هو اللي بيعمل كل المزيكا المصاحبه. يعني ما كانش في موزع زمان. بالظبط. أيوة اول بس- موزع في الوطن العربي ايوه هو الاستاذ حميد الشاعري، طبعا كابو. او موزع موسيقي في الوطن العربي، او هو اللي اخترع شغلانه. اخترع آلات بالصوت، انا مش فاهم ازاي، بس هو صوته فيه آلة اصلا، يعني تحس هو من اوائل الناس اللي دخلت الديجيتال في المزيكا في الوطن العربي. حلو. لو جينا نقيسها على الفن، مين يعني؟ بص طبعا والله مش قصدي حاجه، بس كان زمان التمثيل، دلوقتي بقينا نشوف التمثيل بتاع الستينات قديم، يعني زي اسعد صباحك سعيد، فاكيد كل حاجه بتتطور مع الحياه زي المزيكا. مين اللي نقل يعتبر، لانك راجل دارس ده، يعني مين اللي يعتبر عمل نقلات في تاريخ انتوا مثلا كممثلين عارفين فلان ده؟ يعني يقال مثلا بدايه افلام الشباب كان استاذ محمد هنيدي مثلا، فاهم؟ هنيدي اللي ابتدى وخده صعيدي والجو ده. مين اللي عمل نقلات في الفن برضو؟ هقول لك انا قبليها عايز بس ارجع لحاجه في موضوع شفيق، في النقطه اللي اتكلمت فيها، في جمله دايما بتضايقني قوي، موضوع العمالقه هم عمالقه وعلى العين والراس، فكره ان اساتذه ما بيتكررش زيهم. انا مختلف مع ده تماما. انا شايف ان كل جيل فيه الاساتذه بتوعه هم بيكملوا على اللي بدأوا قبل كده، سواء في الفن، سواء في الموسيقى، او سواء في حاجات كتير قوي. بس انا بتكلم عن كل حاجه فرديه، يعني عبد الوهاب تطرق لحاجات في المزيكا ما حدش غيره قرب لها، يعني فاهم، يعني افكار جديده وحاجات كلها سابقه عصرها. بالظبط، هو دايما بتلاقي حد سبق، بس في كل عصر بتلاقي حد سبق بحاجه. مصطفى دلوقتي عبقري جدا في حته معينه، يعني فاهم ازاي، فكل واحد فيهم هو عبقري في وقته. فقصدي هو ده اللي يقصده، هي حاجه متجدده دايما في المطلق يعني. بس هقول لك مثل بسيط جدا، يعني عشان نبقى كلنا في لاين في الكلام، هي الفكره المقصوده هو نفس الكلام بالظبط، بس هي فكره ايه؟ عارف اللي بيجي يفتح الباب، يعني هو بيقصد ممكن يجي واحد يدخل يعمل تطور اكبر، بس مين السبق؟ مين زي مثلا استاذ محمد فوزي الله يرحمه، كان هو جه طبعا تامر حسني عمل شغل اللي هو المطرب الشامل، كان استاذ محمد فوزي في وقته ما فيش منه اتنين. جه دلوقتي تامر حسني لا طور الموضوع ودخل فيه اخراج ودخل لم شويه حاجات مع بعض، فيعتبر طور. لكن مين يظل؟ حتى هو تامر حسني نفسه كان بيقول لك يعني محمد فوزي في حته تانية خالص. فكره ان ده المقصود بيتهيألي من العظمه، فده اللي انا اقصده. مين اللي عمل بقى النقلات بتاعت بس ايه، يعني حتى لو فتح النقلات، لو بتتكلم في السينما عموما ولا في التمثيل؟ يعني ممكن في التمثيل، في اسلوب تمثيل، هقول لك يعتبر في التمثيل تصوير. اول حد اعتقد نقل التمثيل مودرن كان درس بره وجه كده، كان مثلا استاذ حسين فهمي. سمعت كان قبليه مثلا يوسف وهبي، او المدارس الكلاسيكيه شويه في حتى في التمثيل. النقله من الاستاذ يوسف وهبي للشاب الجان الامور الواد التقيل. بالظبط. الاداء ساعتها كان اداء برضو ممكن يكون ما كانش ده الواقع ساعتها، انا ما عشتش في الواقع فمش عارف اقارن. ما كانوا محترمين بزياده الاداء مع الواقع كان عامل ازاي، بس فكره ان الى حد ما برضو التمثيل لا كان بعيد عن الواقع شويه. اللي خلى مودرن وانت بتتعامل اقرب للحقيقه كان استاذ حسين فهمي. ايوه بس خليني اقول لك، لا والله ليه مش اقرب للواقع؟ يعني لما تيجي تلاقي الناس حتى في التمثيل بيتكلموا باحترام كده، وانت ده فاهم. في مشاهد لنجيب الريحاني يا جماعه، يعني استاذ نجيب الريحاني طبعا اقول له انت راجل عديم الاخلاق والمسؤوليه. الاغاني نفسها كنت مجافيني، يعني الجمله نفسها جمله بس ما اعتقدش دي كانت لغه الشارع برضو ساعتها، بس اكيد كانت لغه الشارع طول الوقت في طبقات يعني. كتير. طبعا اكيد كانت برضه، يعني نهارك سعيد يعني نهارك سعيد دي بالظبط كانت ترجمه يعني اما بالظبط، يعني فاهم انت زي ما انت برضه جيت عندك فتره التسعينات، ويلي يا بويله ويلي، يعني مش عارف مين ويلي ده ومين مين عمل كده. غريب، في قصه هنحكيها. مغرم صبابه، يعني عمرك قابلت حد مغرم صبابه؟ انا ما اعرفش يعني ايه صبابه. خليني نقول لغايه النهارده بشتغل في المزيكا وما اعرفش يعني ايه صبابه. طب واحنا قاعدين كده بعد طب الحب، احنا لازم نطلعها على جوجل دلوقتي، يعني ممكن نحاول نعرف، يمكن نفيد الناس. نعرف يا جماعه هنقول لكم صبابه دلوقتي، هناخد بريك لازم. وهنعمل سيرش. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، ايه بما اننا قاعدين قعده حب، يعني ازاي كانوا بقى، يعني انا على ما اسمع ان الاستاذ عبد الحليم حافظ لما طلع استاذ محمد رشدي فكان شايف ان ده الشعبي،
ده كان الشعبي في الوقت ده يعني. ده اللي كانوا بيبصوا له نظره اللي هي كده اللي هو يعني ميقه وبتاع عدويه ورمشي خطفني. ده كده كان الكلام الوحش. تخيل لما ده يبقى يعني ده الشعبي مثلا. يعني انا مش زي بس اوبرا دلوقتي. انا بحس في ربط غلط كده عند الناس دايما بين الشعبي وبين سوء الاخلاق او تردي المنتج. انا بيتهيألي ده شعبي، ده المفروض بالظبط ده الحاجه اللي بتعبر عن اصاله المجتمع. يعني مثلا المزيكا الفلامينكو في اسبانيا، مزيكه الجيتارات دي هو ده الشعبي عنده. حلو قوي. بس ما هو كانت رمشي خطفني يعني. كان الرمش بيأثر. دلوقتي بقت الكلام عن اجزاء تانية مش عن الرمش خالص. اوكي بس كان الرمش بعيد عن الوش يعني. دي غناها عدويه واتغنت برضو هتلاقي نفس الحاجات الاي كلاس. هتلاقي عبد الوهاب غنى للعين. متطرق لحاجه خالص يعني. الموضوع بقى الثوره النسويه، والموضوع ابتدى يتطور مع الزمن، انت فاهم، مع انفتاح المراه، انت فاهم. فالموضوع ابتدى في الاغاني يتطور، شيء طبيعي. والتمثيل طول الوقت بتلاقي ده الصراع يعني. دايما تلاقي التحدي، دايما في تحدي يعني. انا بستغرب الاعمال عندنا شويه في مصر. طب بعتقد محدوده شويه، قليل قوي اللي تلاقي عمل سواء اغنيه او سواء فيلم او مسلسل في فكره فعلا تهم الناس، او بنتكلم على الموضوع، بنتكلم على مثلا نظريه فلسفيه زي فيلم مثلا كان الف مبروك تقريبا احمد حلمي. انا بيعجبني في افلامه ان دايما في نظريه كده زي انك بتتكلم عن الصراع القائم بين الاختيار والقدر. لكن احنا اغلب الافلام دلوقتي بتلاقي زي البطل الشعبي الثوره. لا الثوره النسويه فعلا. الست انا اللي قادره على التحدي يعني. حتى هتلاقي الكلام الاغاني. انا حاسس انكم بتلعبوا في حته خطر. بالظبط. انا حاسس انكم بتلعبوا في حته خطر وانا مش معاك. وبتلاقي برضو الرجاله انا مش عارف انا فين وانت فين يعني. حتى لو احنا في اغنيه بحبها طبعا بتاعت احمد سعد، بس قصدي هتلاقي المذاهب كلها رايحه في كده. بص هو عامة احنا 2 برج السرطان، فاحنا متحيزين للرجاله قوي بالظبط. بس لازم في خناقه دايره يعني. بنسمع خناقات يا شفيق. بنسمع خناقات مش اغاني دلوقتي يعني. ده كده انا لسه عايز اسالك، لو جات لك اغنيه الراجل بقى متقطع فيها بقى وهقطعك وهعورك وتوزعها عادي اكل عيش بقى، انا عادي مش هوزعها. اخص عليك تبيع الرجاله في ثانيه. لو انت اكل عيش. خلينا بقى نسال سؤال شفيق. ايه الاعمال او الاغاني اللي انت فرقعت الدنيا معاك؟ طبعا عارف ان انت ومحمد رمضان موضوع كبير قوي يعني. عارف ان في حاجات جامده جدا. طبعا محمد رمضان يعني اوريدي من الحاجات ان هو بيغني بستايل معين، وعامل واخد ستايل المان بالراب وعامل منه ايميج لنفسه بطريقه غنى معينه زي سنوب دوج وزي الناس اللي بتغني بره. ده بالنسبه لي انا كان نفسي اشتغل الحاجات دي قوي هنا في مصر يعني. احنا كنا محدودين في قالب موسيقي قليل يعني. ما بنخرجش بره المقسوم، الاغاني الدراما، الاغاني الهاوس، لكن ما فيش القالب الموسيقي بتاع الراب. المان بالراب ده مش موجود خالص. فمحمد رمضان من اوائل الناس اللي غنت الستايل ده، انا كان نفسي اشتغل معاه من زمان. فاحنا عملنا مع بعض الاعلان بتاع انغام، كان توزيع انا وطارق ساعه انا ما ينفعش اغني يعني. بس الاعلان ده عمل صدى كويس مع الناس. وكنت عامل له برضه اغنيه جيشنا صعب، دي من الاغاني برضه اللي كان بعتز بيها جدا، معموله للجيش المصري طبعا. وهو عنده باشن. وعملته بتاعت وهناكل سوشي في الجو. يعني اغاني على الناس ما تعرفش ان انت بادي باغنيه. انت حكيت لي الموضوع ان انت يعني بدايتك القويه كانت باغنيه كانت تهد فيلم تامر حسني. كانت يعني ما فيش اصلي ما عنديش في الحب هزار. طب مين بقى الشخص اللي كان ملهم يعني؟ انت هل زي ما بنقول بقى طفل معجزه بقى نزلت اللي هو انا احب المزيكا، ولا في حد الهمك او حببك في المزيكا؟ والله بص، ابويا الله يرحمه اصلا كان بيلعب درامز وكان بيلعب بيانو، فهو انا شايف كده المزيكا عندنا في البيت، وعلى طول بيسمع مزيكا طول الوقت. فاتأثرت بيه جدا في الموضوع ده. وطارق مدكور طبعا يعني. طارق مدكور ده بالنسبه لي بابا الموزعين بس طبعا، وليه فضل عليا كبير طبعا. علمني حاجات كتير قوي يعني. علمني حاجات هو اللي علمها لي، وعلمني دون ان يدري كمان حاجات كتير قوي. فبالنسبه لي هو ابويا الروحي في المزيكا. ده الملهم بالنسبه لك. طب لو سالنا شريف سؤال، انا هقول بس حاجه في النص يا جماعه. انا كنت بمثل زمان، يمكن شريف عارف المعلومه دي، بس انا مثلا بقالي بتاع 15 سنه منقطع. لازم كانت هوايه في الجامعه وليا شويه حاجات. اشتغلت مسرح كمان يعني. اشتغلت مسرح مع اسامي كبيره طبعا.
بس خلاص دلوقتي في التكنولوجيا بس الحمد انت لله. ارشيف يا نواوي، انت فعلا ساعات بيقعد يقول حاجات بيقول لي كده ميكي ماوس وكواليس، بقول ده الميكي ماوس انا كنت احب اقعد بتاع العصر اتفرج، الحديث. بحب اقعد اتفرج قوي على الافلام بتاعت زمان واتقمص. يعني مثلا لما الاقي فيلم عادل امام تلاقيني قايم بقى عمال فاهم ماشي في البيت عمال اعمل كده. كنت والله وفاهم كنت اقعد اجيب فنجان القهوه فاضي واعمل ان انا بشرب قهوه، امسك القلم الرصاص، عارف انت الجو ده، كنت عايش الموضوع ده قوي. طب انت يا شريف طبعا ليك علامات مع ناس جامده قوي، يعني انت برضو كنت من سعداء الحظ بالاستاذ محمود عبد العزيز طبعا. طبعا ده كان حلمي. طبعا حلم اشتغل معاك من ده زمان. حلم اي حد في الكوكب يعني، بس أوكي. ده حلمك انت الشخصي كمان. طب ايه اكتر اعمال انت شايف انها عملت علامات في حياتك؟ طيب انا عايز ارجع للسؤال الاولاني، سؤال اصحاب الفضل ده، لان انا بصراحه كنت نفسي اما اعمل حاجه اقول اصحاب الفضل عليا، هو ده اللي وللاسف أقصده. يعني في منهم دلوقتي مش موجودين. مش بس الملهم طبعا كان اول حاجه ان انا ابويا وامي متذوقين جدا للافلام، يعني كان دايما بياخدونا سينما وانا صغير، او فكره ان الافلام الفيديو دي على طول موجوده عندنا فنانه كمان قوي يعني. موجودين عندنا في البيت الافلام على طول. وبالنسبه لنا احنا كاطفال كنا بالنسبه لنا اول حد عمل اكشن كان احمد زكي، وافلام عادل امام اللي كان فيها الاكشن الكوميدي. بس كنا مثلا فيلم الامبراطور ده لما طلعنا عليه كده ونمثله ونقلد المشاهد بتاعته انا واخويا، خصوصا ان انا عندي اخ اكبر مني بسنه بالظبط، ونقعد نتخيل الاضاءه حاطينها ازاي. وكنت زمان بفتكر ان ابولو الاضاءه ده هو اللي بيصور، هو اللي بيعمل كل حاجه. سينمائي طبعا عشان الناس تبقى عارفه بالظبط. يعني استاذ كمان يعني فيجوال افكتس دلوقتي، وما شاء الله هو دلوقتي في مالطا عالمي يعني. لكن مبسوط ان اللي الهمني هو نفس صاحب الفضل عليا. طبعا اول حد كان استاذ مجدي كامل، خدني في ايده كده لمسرح التلفزيون، واتعرفت على استاذ هشام سليم واستاذ سميح ايوب، وكانت الكاتبه الله يرحمها استاذه فتحيه العسال هي اللي طلبت تشوفني على المسرح. طب لكن اللي اكتشفني استاذ هشام سليم، وده اللي بسطني، لان هو الله يرحمه لما فكرت شويه او بدا التمثيل يشتغل في دماغي، كنت بتفرج على اعمال كتير ليه، عارف لما تحس ان في فنان مشبع بالنسبه لك، بيوصل لك الاحساس، بتحس ان هو ادى الاداء حقه قوي. يعني في ممثلين مثلا وانا قاعد اتفرج كده، مع اني ممكن ما اجيبش نص ادائهم دلوقتي، بس ببقى قاعد بقول يا لو انا مثلت الدور ده هعمل المشهد ده كده، مش هعمله كده. معرفش ليه هشام سليم الله يرحمه كان بيشبعني قوي، كان بيدي الحاجه اداؤه طبيعي، وبيدي الحاجه حجمها جدا. امبراطورية ميم مثلا ده بالظبط، يعني من العلامات في حياتي انا شخصيا. طبعا. كان ساعتها هو بيعمل مسلسل اسمه محمود المصري مع استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. ده طبعا ده هيرتبط بحلم تاني كده هتكلم فيه، طبعا حلم الشغل مع استاذ محمود عبد العزيز واتحقق الحمد لله. ومسلسل تاني اسمه لقاء على الهوا، وكان لازم كل يوم اروح للبلاتو، يعني انا لو ما روحتش مره او اتاخرت مره يقول لي انت جيت متاخر. كان حابب يوريني البلاتو عامل ازاي عشان اعرف اتعامل مع الحاجات، اعرف ما يبقاش عندي رهبه الكاميرات لما اجي اشتغل. وكان عندي مشكله في الصوت، ان انا صوتي كده من بدري قوي من وانا صغير، فكان شكلي مش ماشي مع صوتك كده ايه عشان الناس فده اخرني تخين كده صوتي زي صوتك كده نواوي. ده عارف الطبقه دي اسمها ايه يا شفيق؟ لا اول ما حد يتكلم على صوتي بالظبط. دي مش بيز دي خالص، دي طبقه الضفدعه دي. لا التو قلت فده عطلني شويه. دي مش جزم يا معلم. ما هو بيس التو سوبرانو. بس انا لو اديتك حته من اللي هي استاذنا طبعا اسامه منير عن الحب والحب هتلاقيني جاي معاك اهو، بس اللي يكتشف. تمام. وبعدين يا شيخ بس فانا كنت حابب بس برضو نتكلم في اصحاب الفضل علينا، لان دول دايما بحس ان هم جزء في حياتنا عموما، ما ينفعش ننساه او ما ينفعش ما نتكلمش فيه. وكنت مبسوط ان هو استاذ هشام الله يرحمه يعني شاف بدايه نجاحي شويه، يعني بعد خطوات الشيطان او حضر بدايه النجاحات دي. شاف ذات، رحت له بعديها طبعا شاف ذات. ذات ده انا عايز ذات كان اولهم، في ناس مشتاقك لحد دلوقتي شاف ذات. انا كل ادواري كده، كل ادواري كده انا راجل تتميز بعدم القبول. استاذ توفيق ده. لا طيب تجربه الاستاذ محمود عبد العزيز يعني بص انت عارف طبعا انا كشخص كصديقي انت عارف انا متاثر اصلا كمتفرج بالاستاذ محمود عبد العزيز قد ايه. بالمناسبه عايزين نبقى نقيم فيلم الكيف موسيقيا، انا مش بهزر واقسم بالله. اوكي يعني انا احكي لك كان حصل حاجه غريبه قوي، يعني دي ممكن تقول الاقدار. انا في النادي الاهلي من زمان، واستاذ محمود عبد العزيز كان يروح يلف التراك زمان هناك في النادي الاهلي، فكنت بعمل نفسي رياضي واقعد اجري جنبه. انا مش بعمل رياضي ولا حاجه، انا مبسوط ان انا بجري جنبه عمال شايفه جنبي ده من وانا صغير قوي، من ايام مثلا فيلم خلطبيطه.
يمكن ده اللي خلاني مألوف بالنسبه له، لان لما اتحكى لي هو ازاي اختارني في المسلسل بتاع راس الغول، يعني احد مساعدين الاخراج قالت لي هو كان مترشح له اكتر من حد، اول ما شاف صورتك قال لهم الواد ده ابني، انا عايزه. كنت على ابنه في المسلسل. انا عايزه. انا لما كلموني، لما صديقي يعني كلمني قال لي ده انت مترشح، استاذ محمود عايز يشوفك، استاذ محمود عبد العزيز. انا ما سمعتش غير عبد العزيز، استاذ عبد العزيز. فقلت ممكن استاذ عمر عبد العزيز داخل مسلسل يعني. ايوه اي عبد العزيز غير استاذ بالظبط. كان ما فيش شبكه كويسه في المكان اللي انا فيه. فقلت له طب حاضر اهو شويه وهتحرك عليك. وبدات اتحرك، طبعا خدت وقت شويه، لكن لما كلمني تاني كان معاه موتوسيكل، بتحرك بموتوسيكل الفتره دي. اول ما سمعت بقى كلمه محمود قال لي استاذ محمود عايز. قلت له ايه؟ انا كنت فاكر ان انا واخد كوبري اكتوبر اول مره اتعلم الدريفت بالموتوسيكل، كان بسبب الموضوع ده. كنت مستعجل بجري ومش هاممني، فكان غصب عني جسمي حلم بالنسبه لك يعني بيتصرف في الموتوسيكل كده لغايه ما وصلت. موتوسيكلات طول الحمد لله اني وصلت سليم. لا 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 ده موتوسيكلات ونظارات ركبت عربيه مرتين والله صدقني. عربيتين وندمت. انت اصلا طول حياتك مقضيها موتوسيكلات، لسه اشوفك راكب عربيه يا اخي. والله ده اكتر علاج نفسي ليا. طب سؤال بقى، فعلا والله فيلم الكيف، هل الاغاني اللي فيه دي هي كان ليها هدف يخدم الدراما، ولكن انا شايف انها اغاني بالنسبه اللي انا شايفه ولو ما كانتش لذيذه ما كانش اتحمس ليها المطرب بالمعروف طبعا نصر محروس. وانتج لها البوم وقت نزول الفيلم ده، نزل البوم لمحمود عبد العزيز اسمه كيميكو. طبعا هو نزل بعد، اعتقد نزل بعد بفتره، بعد بشويه رجع بس بعد فتره كبيره اعتقد. طب هل انت ممكن لو جالك مهرجان، انت ليك مهرجانات، وزعت مهرجانات؟ ما عملت يعني شويه مهرجانات كده يعني لمطربين، يعني مش مطربين مهرجانات، مطربين معروفين كانوا بيحاولوا يعملوا اغاني شبه اغاني المهرجانات. طب ده خليني اسالك سؤال، انت دلوقتي شايف ان فن المهرجانات، وبصراحه بقى بدون بص يعني احنا مش في لقاء التلفزيوني، احنا مع بعضينا بالحب، شايف ان المهرجانات هو نوع من انواع الفن اللي بقى موجود؟ انا بسمع ساعات يعني، انا مثلا اما بيبقى في مهرجان عم عباس حموده، ده بالنسبه لي عظمه. هو الاختلاف مطلوب يعني، هو لو اختلفت الاذواق لبارت السلع، كده الاختلاف مطلوب. طب امتى تعترض على مهرجان؟ لما يكون في كلام قليل الادب. فهمت قصدك، يعني انت ما عندكش مشكله مع نوع المزيكا زي الراب، زي ويجز، زي الحاجات. بالظبط. انا مثلا اول ما سمعت ويجز ما كانش جاي يعني ما كنتش الان بسني مضطرب، لما لقيت الشباب وابتديت اشوف هو بيعمل ايه، لا عجبني بصراحه. لا هو بس حلو، ما بيقولش انا مش من بس ده مزيكا، انا خدتها بس ما كنتش الكلام جديد عليا يا جماعه، يعني بيطلع من كوبليه لكوبليه، عارف، عقبال ما تتعود على نوع المزيكا ده مرهق شويه. طب هل انت عملت حاجه راب برضه؟ عملت حاجات كتير يعني، عملت اغنيه اسمها شيكي دود. ده انا اكتشفت انها مشهوره قوي الاغنيه دي يا جماعه، طلعت كانت على التيك توك تقريبا، طلعت مشهوره قوي الاغنيه دي. فرقه اسمها رابسو، يعني هو رابسو وشيكي دود الاثنين اختراع يعني. طب انت بقى شريف، يعني شايف طبعا اكيد مش كل الافلام بتبقى افلام تمام وليها معنى يعني مش كل افلام الكيف ولا كل افلام العار، وده شيء طبيعي لاي حد بيصنع، واعتقد في المزيكا كمان لاي حد ممكن تجلي منه حاجات، لكن ما حدش بيتمنى انه يروح حاجه هي عارف انها هتجلي. لو جالك فرصه، وبصراحه برضو مش جو فنانين يعني، لو جالك فرصه في فيلم انت مش مقتنع بالحدوته، والحدوته مش ضد مبادئك بس هتشهرني، تعملها؟ سؤال رخم. لا ضد مبادئي دي، اصل هي قماشتها واسعه قوي، لا مفيش حاجه، لا ضد مبادئي دي قوي اكيد مش هعملها. لا بلاش جمله ضد مبادئي، يعني الدور كده فيه لغط زي. بص خليني اقول لك على حاجه، انا ممكن اجيبها لك بطريقه تانية. يعني انا اعتقد انا الدور لو عارف ان الدور حلو ومع مخرج هيطلعه حلو، مش هفكر في نوع الفيلم ينتمي بقى لاي نوع، لا شعبي ولا كلاس ايه، ولا مش هفكر في ده، هفكر في الدور وافكر المخرج هيطلعه ازاي. انا اتصدمت لما شفت لك صور في المسرح، فاكر اللي انت وريتهاني، وانت ترى كنت بتعمل حاجه شحات او حد فقير او معدم، او كان لبس اللي انت كنت لابس فيه القميص ولابس شبشب كده. ده كان مسلسل مش مسرح حاجه، او وريتني صوره، انا ما شفتش العمل بس ما مش سكتك. انا قلت شريف بقى مش حاجه اسمها مش سكتك. وبعدين هو المهم بالنسبه للممثل، ده اللي عايز الناس تعرفه، بالنسبه للممثل كل ما بعدت
عن طبيعتك، او انك أو انت شكلك. تعمل دور من طبقه اجتماعيه مختلفه. والمشكله كمان برضو في موضوع الشكل ده، يعني مفيش حاجه اسمها ان الشكل يأيدك بحاجه. انت شكلك انت ممثل، لازم هتعمل كل الادوار، لان معرض ان كل فئات المجتمع اي حد منهم يبقى شكلك. يعني مثلا يمكن اللي كان ساعدني شويه او ساعد في ازدهاري شويه ان الدور بتاع المتدين او المتطرف دينيا كانوا بيتجنبوا النمط بتاعي. الدور يعني انا بتاعنا ده. بيعتبروني ايه اللي هو الملامح الملونه شويه، الحاجات دي لا مش هنديله الدور ده. كانوا بيخلوها دايما لحد كده يبقى هو شكله مثلا قاتم منافر أو- شويه او ليه يا جماعه؟ بالعكس، ما هو اصلا الحقيقه يعني حتى بره لما بيجي يعملوا مثلا حد انه يعمل دور شيطان، ده بيجيبوا حد يكون شكله كويس جدا، حد ممكن يتمتع بقبول كويس جدا، عشان هي دي الاشتغال اللي بتيجي من كده. لكن انا لو جايب لك اصلا واحد قاتم، ما هو في الحقيقه حتى ما حدش هيسمعه، مش هيأدي دوره ان هو مثلا يستقطب حد. لكن نرجع تاني لموضوع ان تنوع الادوار او تنوع الالوان، حتى لو نوع ما نقولش احنا ما بنسميهوش فن قوي، بس بينتمي للفن او بيبقى اشباه فن، انا شايف انه مهم يكون موجود، لان هو بيعبر عن قطاعات موجوده. ما هو لو ملوش جمهوره ما كانش اتعمل، ما كانش اتصرف عليه نص جنيه. ارقام كتير طبعا. فبيعكس طول الوقت الفن، سواء الموسيقى او السينما تحديدا، هو بيعكس شكل المجتمع عامل ازاي. بتيجي الاجيال اللي بعد كده بتعرف شكل المجتمع من شكل الفن. المجتمع معظم الوقت فكره الفن ان هو زي اغنيه مثلا اه لعبت يا زهر، اتعملت في وقت الناس كلها معهاش فلوس. لعب على الوجع. صح. فاهم؟ هي دي فكره الفن، اللي هو يتكلم عن حاجه حقيقيه اوريدي الناس لمساها وعايشاها. زي اغنيه مخصماكوا بعد عني انا مش طايق. هو بلوف، هو الستات تقريبا كان زمان تتخانق مع جوزها، هو خصماك ابعد عني انا مش طايقك، فتحس ان الجمله لاقت استحسان جدا. ايوه، اللي هو التطهير اللي بيسموه الفن، بتبقى يعني دايما كان تعريف تراجيديا عند ارسطو. هي المحاكاة لفعل جاد تم، يعني هختصره يعني بغرض الشفقة والتطهير، انك انت تحس ان حد شفالك كده غليلك، حد عبر عنك. هو اصلا الفن هو ما بيوصلش الا لما يعبر عن قطاعات كتير، اما حد تلاقي حد بيقول اللي انت كنت عايز تقوله. فعشان كده بتلاقي الاغاني دي بالظبط، بتلاقي اغاني ممكن تكون بتعبر عنك في حالات معينه. طيب نرجع بقى للتكنولوجيا، عشان الحته دي بقى انا يعني كنت مراكنها للاخر. ملعبك ده ملعبك. لا ما هو انا بقى ملعبي. انا اتصدمت في حاجات، يعني عايز اقول لكم يا جماعه، انا اتصدمت بالنسبه لي في حاجات لما قعدت مع شفيق. انا عارف التكنولوجيا بتتطور ازاي في بعض الحاجات، بس مش هكدب ما كانش من شغفي الصوت. يعني ما كنتش متخيل ان هي ممكن تعمل صوت ام كلثوم بتغني اغنيه، او تعمل صوت مثلا فنان بيغني اغنيه فنان. ما كنتش متخيل اللي انا سمعته منك. فعايز اوضح، وبعدين اكتشفت برضو دي حاجه ولا اخفيك سرا جديده بالنسبه لي، ان حته استخدام التكنولوجيا في كروت الصوت وتحسين الصوت وتوصيل الصوت، يعني الموضوع طلع اعمق مما اتصوره، ولانه ما كانش مجالي. عايزك بقى تقول لي كده فعلا شغفك بالتكنولوجيا ده. انا شفت حاجات كتير. عايزك بقى تقول لي شغفك بالتكنولوجيا ده. انا شفت حاجات كتير، بس يعني نقولها كده بسرعه الناس. انت بتركب اصوات ناس على ناس، وبتعمل كورال رجاله يبقى ستات، كل ده كان بيتم، بس انت بتعمله بشكل سريع. عايزك توضح لي التكنولوجيا فادتك ايه بقى في مجالك، وانك ليه ما تعملش مراجعات او تجارب الحاجات دي للناس. بص، هو عامة فكرة التكنولوجيا دخولها في المزيكا هما الاثنين مرتبطين ببعض من زمان قوي، يعني او ارتباطها بهندسة الصوت في ارتباط قوي ما بين التكنولوجيا وهندسة الصوت. بداية ان احنا نستخدم كمبيوترز في حياتنا بشكل كبير، لكن دلوقتي الموضوع ان انت تقدر تجيب كارت صوت اللي انت بتحطه في الاستوديو، توصله بايباد مثلا، وتقدر انك تسجل، وتقدر انك تعمل بروجكت كامل وانت بره الاستوديو. فده بالنسبه لي اعجاز علمي، يعني ان احنا دلوقتي بقينا نوصل ان انا ممكن اخد الايباد او الموبايل اوصل بيه كارت الصوت بتاعي، اسجل بيه صوت بروفيشنال، واعمل مونيتورنج، واعمل مزيكا، وعند الصوت. ده بالنسبه لي كان اعجاز علمي وقت ما ابل نزلوا التكنولوجي دي. فابتدى الموضوع يتطور واحده واحده، انك تقدر تعمل شويه تحسينات على الصوت، بانك تغير اصوات ناس باصوات ناس تانية، انك تلاقي لك تولز بالاي اي. انا مثلا لو سجلت اصوات رجاله ومحتاج ان انا اقلبهم ستات، سجلت اصوات ستات ومحتاج ان انا اقلبهم اطفال، فبيوفر وقت
وبصراحه بيوفر فلوس. قضى على شغلانات ان انت كنت مثلا بتحتاج انك تجيب الرجاله دي تسجل، بتحتاج انك تجيب الاطفال. الفيو مات يعني. لا بل الفيو مع السلام. عظيم. طيب الفكرة التانية اللي كنا بنقول دلوقتي، ويعتبر ده الاستغلال السليم، انا سمعت اغنية من صوت ام كلثوم لمطرب تاني، ما انا دلوقتي ممكن اسمع المطرب اغنية بصوته. هل ده طب ايه حقوق الملكية هنا يحصل فيها ايه؟ لا ما بص بقى، انك تسمعها له حاجة وانك تنزلها حاجة تانية. بمعنى ان انا لو نزلت بكرة اغنية جديدة بصوت عمرو دياب هتتقفل طبعا، لان دلوقتي حقوق الملكية بتاعت الصوت ده ملك شركة ناي وملك صاحب الصوت او عمرو دياب شخصيا. لو نزل اغنية جديدة بره شركة ناي، الشركة دي هتقوم قافلة الاغنية حتى لو عمرو دياب اللي مغنيها شخصيا. فما بالك بقى لو AI بصوت عمرو دياب، هيقفلوها طبعا. فتعالى نتكلم بقى دلوقتي ان انا مثلا عايز اسمع اغنيه لعمرو دياب، ما فيش مطرب بيشتري اغنيه من غير ما يجربها. يعني بيقيسها بالظبط. يعني حد بيشتري جاكيت من غير ما يقيسه؟ لا مستحيل. فدلوقتي تعالى نتكلم في نقطه ان المطرب بيحتاج يعمل فيتنج على الاغنيه، زي ما انت بتعمل بروفا على الدور فور اكزامبل مثلا. فاهم ازاي؟ فهو محتاج يعمل فيتنج على الاغنيه، فبياخد المزيكا من الموزع عشان يجرب يسجل مثلا عنده في الاستوديو، يجرب يحط صوته عليها ويشوف على صوته هتبقى عامله ازاي. الاي اي وفر مثلا حوالي 80-90% من البروسيس دي. يعني انت بتبعت للمطرب الاغنيه فبيقرر على طول، بياخد قرار بصوته هو على طول. بياخد قرار سريع، هل الاغنيه دي لايقه على صوتي ولا لا. فبيقرر قرار سريع ان هو هيشتريها ولا مش هيشتريها. وده يوديني لحاجه برضو عايز اسالك عليها، ان كشفيق قلت لي دلوقتي الموضوع اتعكس. يعني كان زمان ممكن المطرب بيجي له الكلام وبعد كده يحاول يشوف ملحن وبعد كده دلوقتي نعمل توزيع الاول. دلوقتي بدات بالظبط، انت قلت لي بدات التوزيع الاول هي لحن وبعد كده الكلام، بعد كده تتلحن وبعد كده الكلام يجي وبعد كده المطرب اخر واحد يجي. انت ممكن يبقى معاك توزيع وكلام ومعكش لحن وتعمل انت لحن وتلاقيهم كلهم على بعض عادي. الدنيا ماشيه بظهرها حطت عليا عارف بالظبط. فاكر دي برضه هتلاقي نجحت الاغنيه دي لما كانت الناس كلها حاسه ان الدنيا ماشيه بظهرها. بس بالنسبه لي الناس عامه بتحب المأساويات. ده حد دي حاجه. الشعب المصري يتعيطوا جدا يترقصوا جدا. حلو قوي. في التمثيل ما هو في تيمات، يعني ايه التيمه الشعبيه، البطل الشعبي اللي بيتجوز كتير، الانتقام اللي الدنيا داست على وشه وبتاع كتير. هو طلع من منطقه شعبيه وصل بقى ابو زيد الهلالي. حلم الصعود ده طول الوقت. هي السيره يا جماعه، السيره الهلاليه اللي هي على مدار الزمن وعلى مدار الوقت وعلى مدار الحياه. السيره الهلاليه البطل الشعبي التي ياتي من الاسفل الى الاعلى. بص الموضوع بقول لك ليه جانب سيكولوجي كبير قوي، انك انت بتقعد تحط في الكونتنت، حتى لو بتعمل كونتنت صغير مش فيلم، الحاجات اللي بتحبها الناس او اللي متفق عليها، اللي هي الباورز اللي متفق عليها الناس كلها، زي الفلوس. الناس دايما بتحب تشوف فلوس، مفيش حد فينا يستغنى عن الفلوس. فما بتحط حاجه زي دي في فيلم او في كونتنت، خلاص انت ضمنت عندك عنصر جذب سواء للفيديو او سواء للفيلم. او فبتجيب بقى شخص بيطلع من قحط رهيب، يطلع فجأة يغتني. الناس بتحب تشوف الحاجات دي، بيعمل لهم إشباع، بيديهم أمل إن هم ممكن في يوم من الأيام كده يلاقوا الشنطة. فاهم قصدك. بس والله يا جماعة القعدة جميلة، بس أنا يعني حبيت أوري الناس حياة 2 من أعز أصدقائي اللي بحبهم قوي، وعشان هم عباقرة، سواء شفيق في المزيكا أو شريف في التمثيل. الناس دي فنانين بجد. هنقعد قعدات من دي كتير، عايز أراكم وتقولوا لي في الكومنتات، وهنعمل بقى فيديوهات بعد كده نعزف ونعمل ونمثل ونغني اكشن. عايزين هنعمل تجربه لطيفه جدا. لا مش هنعمل اكشن بقى، هنعمل تجربه. الناس اللي مهتمه بالصوت نعمل تجربه انا وانت كده مع بعض هنعمل تجربه مع بعض على ان احنا ازاي نقدر نعمل مثلا بروجكت كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. بالظبط. لو ممكن نوصل ان احنا ممكن نعمل فيلم كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. معانا يا معلم. وفي حاجه تانية كمان عايز اتكلم فيها بقى كشفيق، يعني كمخرج شاطر، بان انا بعتبر الموزع ده مخرج. انت كنت بتتكلم على صوتك انك ما ينفعش تغني، شفيق بتوجيهاته هيخليك تغني. طبعا يرسم لي صوتي ايا كانت على يدك. لا مش بتكلم انه يرسم صوتك، يعرف يخليك انت طالما ودنك الموسيقيه سليمه. اعتقد يا جماعه قريبا جدا، يعني ده خبر حصري، هيعبي الشريط هعمل كليب ان شاء الله. هنجيب رخوتنا الحلوه ونفحتنا وكل واحد هياخد فوق، والناس اللي ورا الكاميرات دي هتاخد فوق كل نفحه زياده. باشا كريم الواحد هياخد فوق نفحته وهنسجل وناخد رخوتنا الحلوه. يلا كيميكا على بالشريط بصوت.
صح اللي انا بقوله ينفع، يعني اللي انا بقوله ده ينفع صح. لو ودن موسيقيه كويسه، ودنك كويسه، هيعرف يخليك ده انا كويس. ودني والله تعجبك جدا، بتسمع دبة النمل بترقص. لو هي عارف لو انا اشتغل وراك اورجانيست لو حد جنب بلقط يا باشا، وانا همسك له الشخلوبه. بابا سيب لي الكلاكسات. يلا اشوفكم فيديوهات جايه وقولوا لي رايكم. سلام.